سلام. اليوم غادي نحضر معكم مقرونية بالخضر والدجاج كيطيبوا مرة واحدة بلا ما يحتاج تسلقي مقرونية بوحدها. هادشي كله كيطيب في طنجرة واحدة. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا واحد نصف بصلة اللي شلطتها صغيرة كنضيفها في الطنجرة ديالي، وكنضيف عليها صدر ديال الدجاج اللي قطعته شرائح صغيرة، كنضيف عليهم القليل من الزيت النباتية، وعندي هنا الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء اللي قطعتهم شرائح صغار، وعندي واحد الفص ديال الثوم اللي كنحكو، والقليل من الربيع مخلط بين القزبر والمعدنوس تقريبا معلقة، وعندي ايضا واحد مطيشة اللي حكيتها. ودابا كنضيف التوابل، كنضيف الملح اول حاجة، كنضيف ايضا راس معلقة ديال فلفل اسود، ونصف معلقة ديال بابريكا. كنرد هادشي فوق النار اللي تكون مهيلة مع التحريك المستمر. من بعد ما بدا كيغلى ليا والخضره ديالي بدات كتهبط، كنغطي عليها وكنخليها حتى كتقلى ليا ديك الخضره مزيان. دابا كنضيف الماء اللي غليان على ديك الطنجره اللي فيها الدجاج والخضر، كندير ليها الماء الكافي اللي غادي طيب ليا فيها مقرونيه. قبل كل شيء كنضيف 2 معالق ديال اولا اي صوليس، اي نوع عندكم متوفر كتضيفوا 2 معالق. ودابا كتضيفوا الكميه ديال المقرونيه على حسب الرغبه. صافي كنشد الطنجره ديالي وكنخليها طيب على خاطرها راه دغيا كطيب. هانتوما كتشوفوا من بعد ما طابت ما بقاش فيها المرق، كنقدمها بالصحه والراحه. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، مع الوصفه القادمه ان شاء الله.